في عاد نديفلوبيو الفوتبول كل دقيقه او القجع وحنا البعث اللي عندنا ماشي القجع، عندنا بعث حنا في الفوتبول. انه تاهل مستحق، مبروك للمغاربه وللجماهير المغربيه. الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كريم جي بي تي. كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا فريق الجيش الملكي النسوي يكتسح الفرق الجزائريه والفرق التونسيه بحصص عريضه، لكن قبل المباراه كنشوفوا ان لاعبات فريق واقبو الجزائري وهما كيستفزوا لاعبات الجيش الملكي، وكالعاده لم يتم رفع علم المغرب قبل المباراه. كيقولوا لك الكراغيله انهم ما كيدخلوش السياسه في الرياضه نظام هجين والله العظيم. لكن في الاخر المطاف تم رفع علم المغرب في اخر المباراه بعد سحق الفريق الجزائري ب4-0. ثم الضحيه التاليه وهي فريق الجمعيه التونسيه بسوس. هذا الفريق كذلك خدا 5-0. والفريق او المباراه الثالثه غادي تكون مع فريق توت عنخ امون المصري. غادي نشوفوا الاخوان تعليقات الاخوان المصريين كالعاده بدمهم الخفيف. غادي نشوفوا التعليقات ديالهم وغنشوفوا الفيديوهات والاراء ديالهم ونخليكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. كنبي في تشوركي معركه جواد اللبان كنعرفوا غا يدير ديدين شاعر الكابراناج كشبي فينا بداك الناب كتبانوا لي زومبو الاغاش. يا اخوانا سيدات الجيش الملكي في كرة القدم راحوا يلعبوا في الجزائر مباراة ضد اقبو الجزائري، راحوا الله يسامحهم الجزائريات استفزوهم قاموا كاسبينهم 4 في الجزائر. السيدات الكرة تمر انفرد بالحارس والهدف الرابع لصالح الجيش الملكي المغربي للسيدات. قبل أن تنفض المباراة أنفاسها الأخيرة مشاهدينا الكرام نتعرف على هوية مسجلة الهدف الأخير. 4 أهداف دون رد مشاهدينا الكرام. من سجلت هدف؟ اللاعبة رقم 19 أحمو، نعم هي من سجلت الهدف. كما تتابعون مشاهدينا الكرام بعد انفراد بالحارسة حارسة تكنينت. رجعوا لعبوا فريق سوسة التونسي بعدها بماتش. الجيش الملكي هل ستزأرنا سيدات الأول؟ اللاعبة رقم 9 صفا بالنور، نعم أعطى دفاع الهدف الثاني. الملكي في منطقة عمليات الجمعية النسائية لسوسة بحركة أكروباتية وعلى طريقة كريستيانو رونالدو. هدف في منتهى الروعة. شاهدوا إعادة بالتدوير البطيء، ارتقاء جبراني لم تتمكن من الكرة. ماذا الخطر تسديد خماسية لصالح الجيش الملكي. قاموا كاسبين سوسة التونسي 5. ما هو انتوا اللي استفزتوهم. المشكله مش هنا، المشكله ان الماتش الجاي ليهم هيلعبوا مع مين؟ مع توت عنخ امون المصري، فرقه مصريه سيدات مصر، وهم كسبوا الجزائر 4 وتونس 5. الدور على ايه؟ على 6. لا وحياة امكم لا 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 انتوا زودتوا الموضوع. مغاربه اقسم بعزه الله نقطع العلاقات معاكم. مش تاكلونا 6 في الاولمبياد و6 في السيدات. لا 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 احنا مالنا يا عم؟ الجزائريين اللي استفزوكوا يا عم، احنا ذنبنا ايه؟ التوانسه كانوا 5 مالناش دعوه. والدور على 6. احنا ايه حصتنا مع ال6؟ واحنا اتعلمنا ان الدرس اللي فات مش هنقعد بقى نسمع منكم نقولوا خاوه وانتوا حبايبنا وانتوا خاوه والمصريين والمغاربه اخوه. لا 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 مغاربه اوعوا وحياة امكم مش هتبقى رجاله وستات والنبي بلاش تعملوها، اوعوا والله نقطع العلاقه. لحد هنا وكفايه يا مغاربه. احنا عارفين اللي بيلعب بياخد واللي بينسحب بياخد واللي بيستفزكم بياخد. ذنبنا ايه احنا بقى اللي بنحبكم ناخد احنا كمان؟ طبعا الجيش الملكي المغربي بدأ ب4-0 عادي،
بيستفتح البطولة الفريق الجزائري استفزهم، قعد يتراقص وقعد يحتفل من بداية المباراة. نزل يا ابن العلم، طلع العلم المغربي، لا ما احناش مطلعين، طب احنا هنرد عليكم في ارض الملعب. كسبت 4. الفريق التونسي شاف نفسه سيدات الفريق التونسي قالوا لا احنا فريق جامد، احنا مش زي الفريق اجبو الجزائري، لا يابا ده احنا فريق سوسه الجزائري، ده احنا جامدين قوي. طب يا ابني هتعمل ايه؟ بدأوا يحتفلوا قبل المباراة. عملتوا يا ابني؟ كسبتوا؟ لا خسرنا 5. مين اللي بعده؟ توت عنخ آمون المصري. ايه عندكم مشاكل؟ لا والله، هي المشكلة بس انك بتبدأ 4 وبعد ال4 5. انا مش عايز يتقال عليا يا ابو 6. اقسم بالله احنا بنحبكم، ليه تعملوا فينا كده؟ الفريق الجزائري استفزكم، اخذ على وشه. الفريق التونسي قاعد يعمل حركات. انا ذنبي انا يا اخوي، انا استفزتك قبل كده في اولمبياد باريس وقلت هعمل كده وهستناكم في اولمبياد باريس، اكلنا 6 مع الرأفة. طب المشكلة بقى انا بدأت اشك ان في مؤامرة على المنتخب والاندية المصرية. طول ما بيلعبوا الاندية والفرق المغربية بيخلوهم 3 فريق. ليه ما نلعبش احنا الاول وناخد 4؟ ليه نلعب احنا التالت زي ما عملوا كده في مباراة اولمبياد باريس؟ الاول كسبوا 2، بعد كده كسبوا 3، جم عندنا المفروض ضمنوا الصعود والدنيا حلوة، شيلونا 6. يا جدعان والله العظيم حد يقول لي للمغاربة ان احنا بنحبكم، ما تعملوش فينا كده، ذنبنا ايه؟ بسببكم، بسبب السيدات دي. كنت هتقطعوا العلاقات المصريه المغربيه لما جيتوا على ارضنا ولموا الحريم من البيوت كانوا بيقوروا محشي ويعملوا باميه، وفي الاخر شالوا 8-0 على ارضنا وسط جمهورنا. دلوقتي هنلعب هناك. ما تخلوش الناس دي تشمت فينا. يعني تخيل واحد شايل 4 وواحد شايل 5 يجي يشمت فيا ويقول لي يا ابو 6. يرضيك انت يا مغربي؟ انا عايز كله ينزل في الكومنتات يقول لي ما يرديش على المصري يتقال عليه يا ابو 6. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. كل 2 كسبني 3. اي نعم فريق توت عنخ آمون فريق قوي يكفيه التعادل، بس ما حدش يستفز المغاربه. لو كسبهم ولعبوا والله الجيش الملكي قادر يكون ب6-0. انا مستعد اقول مبروك للمغرب او الجيش الملكي المغربي لما يفوز عليا 1-2. انا مش بقول تسيب الماتش، لا كلا والذي، انا بقول بس يعني بالراحه علينا يا مغاربه، وان شاء الله كسبتوا بنقول لكم مبروك. اما لو افتريتوا علينا ب6 وجيتوا بعدها قلتوا لنا احنا اخوات بنحبكم، اشوفك اشهد لك. السلام عليكم. في عاد نديفلوبيو الفوتبول كل دقيقه او القجع واحنا البعج اللي عندنا ماشي القجع، عندنا بعج احنا في الفوتبول. انه تأهل مستحق. مبروك للمغاربه وللجماهير المغربيه. بنات البيف غيقيس ليكم المشاعر، بلان راه كاملوت الجينات، لما تشيقوش في المظاهر. كون درتو كيش نقيط وقلبتوها مليون شاعر.